سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل عام وحضرتك بخير والسادة المستمعين العظماء بخير. تحياتي ليهم وتحياتي ليكي، وإن شاء الله ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. لمست القلوب حين قلت في مذكراتك: لم أبكي مرة واحدة وأنا في السجن إلا لحظة أن أصدر القاضي الجليل حكما ببراءتي بشكل مفاجئ، واستمع إلى الحكم عبر الهاتف أمي وأبي، وكانت أول تهنئة لي بالبراءة من أمي وأبي. وهنا انفجرت بالبكاء بعد مرور 2 إلا أسبوعين بين سجن مزرعة ترى وسجن القناطر. صحيح. ما الذي سبق سجنك من إنذارات وجهت إليك؟ أنا حتى الآن لا أعرف السبب بعد مرور 2 إلا أسبوعين لغاية دلوقتي، لأن أنا كنت غير محسوب عن النظام ولم أكن تابعا. كنت رجل مستقل وكل حياتي مرتبطة المشاهد والمتلقي اللي أنا بعتبر نفسي بشتغل عنده، لأنه هو من يدفع لي أجري. إذن لماذا تماسكت عن البكاء ولماذا بكيت بهذا البكاء الحار وأنت لا تعرف ما هو الذنب؟ وعشان كده أنا ما بكتش، لأن أنا أمي قالت لي ما تبكيش، أنا أقنعتني، قالت لي إن سيدنا يوسف أنت مش أحسن منه. عشان كده أنا كنت في السجن دائما، ويمكن كل يوم بقرأ سورة سيدنا يوسف، ويمكن حتى الآن. يعني اعتمدتها تفريجا لكل كرب. كانت رسالة من الله من خلال أمي. مهندس أسامة الشيخ، ربما أثناء عرض مسلسل فارس بلا جواد تساءل الجميع: ترى ما الضجة التي أحدثها هذا المسلسل على مستوى الوطن العربي؟ وهل تعرض هذا المسلسل لشيء من المضايقات؟ ولكن لم يفرج عن هذه التساؤلات إلا منذ أيام قليلة عندما أعلن وصرح من خلال صفحته الخاصة المهندس أسامة الشيخ عن بعض من كواليس الأزمة التي تعرض لها مسلسل فارس بلا جواد، وكان شاهد عيان لها. ترى لماذا أطلقت هذا الإنذار الآن، ولماذا أعلنت عن كواليس مسلسل فارس بلا جواد؟ لأن يعني هذا المسلسل كان رسالة لكل مواطن أن عدونا هو إسرائيل، وحدثت ضجة شديدة. وأنا زي ما قلت السفير الأمريكي شخصيا جاء وقابل الدكتور أحمد بهجت وحذره. لماذا جاء السفير الأمريكي له؟ لأنه هو المنتج، هو صاحب القناة التي تذيع، وحذره. وأنا أعرف أنه منع من دخول أمريكا رغم مرضه وحاجته للعلاج هناك. فده كان القرار، وتم مراجعة هذا المسلسل، يعني مئات المشاهد مع الأستاذ محمد صبحي، وبمساومات كثيرة نشيل المشهد ده، تبلغي ده، نحط ده، حتى خرج المسلسل واعتقد أنه خرج مبترئا يعني راح مع عادل 2.5 مثلا بحجة أنه معادي للسامية. هل تظل تهمة معاداة السامية إنذارا وسيفا مسلطا على رقاب الجميع؟ أنا أعتقد لم يكن المسلسل معاديا للسامية، ولكنه كان معاديا لإسرائيل، وإسرائيل ستبقى دائما هي العدو بالنسبة لنا. هل منشور حضرتك على صفحتك الخاصة بالسوشيال ميديا والذي نشرته تحت عنوان الضامن الأهم لإيقاف الدراما الفاسدة، هل يعتبر إنذار لصناع الدراما أم لجهات الإنتاج أم لقنوات البث؟ أنا رأيي ده موجه لقنوات البث، صاحبة القرار في إذاعة عمل أو مضمون معين. الناس ممكن تقول اللي هي عايزاه، لكن في الآخر مين اللي بيشتري ومين اللي بيذيع؟ هي القنوات، فهي صاحبة القرار وهي الذي يجب أن تحاسب.
المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، وقت تولي سيادتك لرئاسة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، كيف كانت تتم الموافقة على النصوص الدرامية؟ وهل كان هناك تنازلات من أجل فنان أو من أجل إنتاج أو من أجل أرقام؟ لا، في فنانين كتير كانوا بيجوا لي علشان توقيت إذاعة مسلسلهم وكنت برفض. هل كانت تتم الموافقات على النصوص الدرامية وهي مكتوبة بشكل كامل أم بوجود حلقة أو اثنين والباقي أثناء العرض؟ كان عندنا مستويين أو مرحلتين في التقييم. أنا غيرت اسم الرقابة وسميته التقييم، وكان في حاجات كتير بتترفض أنا اللي بأصر إنها تشتغل يعني وإنها تعرض يعني. هم طبعا الممارسات القديمة إنهم كانوا بيخافوا في حاجات معينة بقى متعودين ما تتذاعش. أنا قلت لا تتذاع. كان في المستوى الثاني إن العمل يشاهد بعد ما ينتهي من التصوير، بعد ما ينتهي عشان يتذاع ولا ما يتذاعش، ومش علشان معايير رقابية، معايير موضوعية. وطبعا عندنا في لجنة عليا كمان كان بيرأسها دكتور فوزي فهمي، كان رئيس أكاديمية الفنون. لما يحصل خلاف بين المنتج أو صاحب العمل أو الممثلين أو حتى معي، كان اللجنة العليا برئاسة الدكتور فوزي فهمي هي التي تقرر ويحترم ما تقوله يعني. هل دعوتك بالعودة إلى نصوص كبار أدبائنا الراحلين محفوظ والحكيم وطه حسين والغيطاني والقعيد والسعدني وغيرهم انذار بسوء مستوى النصوص الحالية للدراما أم بندرة النصوص الجيدة؟ أكيد فيه مبدعين وفي كتاب وفي ناس بتكتب كويس، ولكن اللي بيعلن اللي هو تم تمريره في أوساط غير المبدعين. إنما فيه طبعا في حاجات كتير كويسة، لكن للأسف مش ده اللي بنروح له يعني. مش لازم كل الأعمال تكون بتاع كبار الكتاب والأدباء، ده جزء رافض من الروافد الهامة اللي ما حد بيبص له. فكان لازم نرجع للناس دي. الناس دي كتبت حاجات عظيمة يعني. انذار من المهندس أسامة الشيخ، ترى يوجهه لمن وماذا يقول فيه؟ أقول لصناع الدراما اتقوا الله في الشعب المصري، اتقوا الله في ما أنتم تقدمونه للناس، وسيحاسبكم الله على ذلك. المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، شكرا جزيلا لك. دائما أبدا نسعد بوجود سيادتك معنا. كل عام وحضرتك بخير. شرفتونا، وتحياتي للسادة المستمعين، وتحياتي للإذاعة المصرية العريقة التي أقدرها وأحترمها وأعرف قيمتها جيدا. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهته عزة إسماعيل.